السلام عليكم، مرحبا بكم في موضوع جديد من أهم مواضيع ديال تربية الحسون بشكل احترافي، وهو موضوع الترويض. كما كتشوفوا معنا، وخصوصا الطيور البرية كما كتشوفوا معنا، يعني طيور خلوية مصيدة جديد للمقنين. إن شاء الله الترويض اللي هو اللي كيسهل الإنتاج بشكل عادي في القفص. كما كتعرفوا كاملين، الحسون او المقنين كيفضل الحبوب السوداء كما هزينا دابا حبوب سوداء عنده، ما كنهجوه ما والو، خلينا له الاكل ديالو. شوفوا معنا مزيان، وهزينا واحد شويه ديال الحبوب المفضله ديالو اللي هي زريعه الكتان، النيجر، الشيال، بيريلا، زريعه الشوك. المهم خلطه الكيف. يعني كما كتشوفوا معنا، انا كنعطيوهم كنخليوه، يعني كنشوفوه طافج وخلوع، ويعني هكا ما كيترصاش. ولكن مع الصبر ومع المداومه انا نحاولوا نغطيوه باش يثبت شويه. نديروا له واحد الغطاء، نغطيوه، نخليوه من الجهه ديالنا اللي باينه، ونغطيوه ونشوفوا هو غيثبت. هانتو كما كتشوفوا معنا، احنا غطيناه، هما ثبتوا شي شويه ما بقاوش طافجين. غندخلوا يدينا عاوتاني نعطيوه الاكل، وغتشوفوا ها هو طافجين. هانتوما غنخليوه مغطي واحد شويه، من بعد غنعريوه، من بعد يعني غنحيدوا الغطاء. كيترصى معنا مزيان، هو ترصى المقنين شي شويه. هانتوما كما كتشوفوا معنا. ما تنساوش اخوتي تدعمونا بالاشتراك في القناه وبتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم جديد. وان شاء الله الفيديو ان تكون التتمه ديالو خارج القفص، الترويض خارج القفص ان شاء الله. نصيحه الاخوان للناس اللي كيروضوا المقنين، يعني ماشي المتعه فاش تروضوا ان شاء الله، يعني ولكن المتعه، الانسان اللي بغى يتمتع حتى في هذه الحاله ديال الترويض، راه في نفس الوقت راه متعه. فهمتي؟ لان كتخلق واحد يعني كتخلق واحد السبب، واحد يعني من بين الاسباب اللي كتخلق واحد السعاده، واحد الموده بينك وبين هاد الطير. انتم كتلاحظوا الثبات ديال المقنين، مبقاش في ذاك الطفاج ديالو، مبقاش يعني مخلوع. المهم بلا ما كنجوعوه، عينك ميزانك، والسامر ان شاء الله الانسان يستمر يدخل يدو غير بشويه 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 حتى ان شاء الله يترصد الطير مزيان. ومن بعد ان شاء الله غنتبعوا مع هاد الحاله. انا دابا ان شاء الله حنا شناه تبت شويه، غنحاول نعريوها كما كتشوفوا خلويا. اما يعني ما الحمد لله ما كاينش طوجه، وعرينا دابا عيدنا الغطاء كما كتشوفوا معنا. هما كياكلوا عادي، يعني غنحاولوا معاهم بهذه الطريقه شويه بشويه، حتى من بعد ان شاء الله فاش يبقاو يولفوا يوميا. نحاولوا نديروا لهم بحال الروتين، الروتين يومي، يعني يوميا واحد نص ساعه بحال هكا نخدموا معاهم. اما كتشوفوا السمريس والمقنين يعني خلويين. ومن بعد ان شاء الله غندوزوا واحد الوقت اللي غنشوفوه بداو كيترصاو، غنبداو نحركوا يدينا شويه، نبداو نخرجوهم من القفز، نبداو يعني هكا، يعني غنمشيو مراحل ان شاء الله حتى نوليو نروضوهم على برا، يعني خارج القفص. تحية لجميع الإخوة اللي كيتبعوا القناة ديالنا من جميع أنحاء العالم. وتحية للإخوان ديالنا الجزائريين، التونسيين، العراقيين، السوريين، سميتهم ما شاء الله، الناس ديال المهم جميع بقاع العالم كيف فين ما كانوا. أنتم الحمد لله الطويرات بداو كيتروضوا شويه بشويه، يعني بقوه الطفاج ديالهم، وكيضربوا جناحهم مع الاخر، راه كيطيح الريش ديالهم، راه كيطير، راه كاينين شي وحدين اللي تنتفوا الجناح ديالهم بقوه اللي كيضربوا في القفز. ولكن الحمد لله مع المداومه هما بداو كيترصاو. هو ما محيدين لهمش الاكل من، يعني من الوكالات، هما كياكلوا سوا الوكالات، ولكن هذه الحبوب اللي كنعطيوهم في حبوب مفضله. عاد المقنين كما كتعرفوا كاملين الاخوان اللي كيربيو المقنين وكيربيو الحسون في المنزل، ان حبوب الشوك مفضله عند المقنين. انتم الاخوان ثبات تام، مازال شي شويه مخلوعين، ولكن انما شويه بشويه احنا معاهم
هذه راه اول مرحله كندير، اول يعني اول تجربه كنخدم معاهم. هادو الطيور هادو اللي كتشوفوا اول تجربه غنخدمها معاهم هي هاد. طيور خلويه من توفى، يعني مازال فيها كنقولوا مازال فيها العلامات ديال اللصقه، علامات ديال الصيد. وان الحمد لله بداو كيتروضوا، بداو يعني كيدخلوا كيندمجوا معنا، يحاولوا يعني كنحاولوا نعطيوهم واحد الحنان باش حتى هما يحسوا بواحد الامان داخل القفص ان شاء الله، ويكونوا يعني منتجين ان شاء الله العام المقبل في القفص. لان الترويض هو اللي كيساعد المربي باش ان شاء الله يخدم مع المقنين. الا روضته بشكل فني وشكل يعني صحيح، اكيد غتنتج، وخصوصا الاناث، لان هادو كتشوفونا اينات هما اللي كنخدم عليهم الترويض باش ان شاء الله كتنتج منهم بسهوله. لان بالنسبه للذكر ما كاينش مشكل، ما كاينش اشكال الا جبتو مثلا من الطبيعه وجبتو من الخلا يعني صيد جديد، ومثلا نضرب عندك واحد الشرايين بالنسبه للتجهيز بالنسبه لهذا تثبتو بلا ما تثبتو ما كاينش مشكل، حط له نتوى اللي تكون ثابته ان شاء الله ينتج بسهوله. قفز انتم شفتوا القياس ديالو، يعني قفز ما يكون يعني متوسط الحجم، ما يكونش كبير كما كتشوفوا معنا. اما الانثى الاخرى يعني كتدخل كتمشي للوكاله الاخرى يعني تاكل الماء حداهم، ما كنجوعوهم ما حتى شي حاجه، ولا انما كنعطيوهم هذه الحبوب اللي كتكون مفضله عند المقرين، لان كتولي بحال الروتين، تبقى تعطيها لهم مره تعلمها لهم كيولي هي تحمق عليه، يعني يخليو الاكل في الوكاله ويجيو. كما كتشوفوا هذه اللي مازال الجبايه دارت، هذيك شي شويه مازال طافجه. هذا الحمد لله يعني. ما تنساوش الاخوان تدعمونا بالاشتراك ديالكم، ما تنساوش تدعمونا يعني بالتحفيز ان شاء الله ديالكم، لان التعليقات ديالكم هي اللي كتزيدنا قدام. كاين شي تساؤل، كاين شي استفسار، كاين شي نقد بناء، حاولوا تحطوه خليوه لنا في تعليق. جزاكم الله خيرا ان شاء الله، باش نزيدوا لقدام ونحاولوا ان شاء الله نعطيوكم ما يفيد في انتاج ان شاء الله الطيور البريه. انتم مازال شويه الحركه يعني مازال ما مرصينش، وانما الحمد لله غنتفاداو هادشي كامل، وغتبعونا ان شاء الله باش نديروا لكم فيديو قادم ان شاء الله خارج القفص ان شاء الله الا بغى الله تعالى. تحيه للاخوان ديالنا في فيتنام، حتى هما متبعين القناه ديالي قلبا وقلبا. تحيه لكم جميعا من اول القائمه الاخيره بدون استثناء. تحيه للاخوان ديالنا الجزائريين، تحيه للاخوان ديالنا السوريين، الاخوان ديالنا التونسيين، يعني تحيه لجميع المتتبعه قناه بيرد فاس من اول القائمه الاخيره بدون استثناء. ان شاء الله الطريقه هذه ديال الترويض ناجحه 100%. راه كل مولوع وكل مربي عنده طريقته، وانا ان شاء الله كنشارك معكم هذه الطريقه لانها صحيحه وعندها اثار ايجابيه على الطيور ديالنا ان شاء الله في الانتاج. لان شنو نقولوا اساس الانتاج الصحيح داخل القفص بالنسبه للحسون هو الترويض الصحيح. نتوما بدوها بلا كنجوعوهم الحمد لله، كنشوفوهم ثابتين.
اليد، يعني اليد خصها تكون ثابته، اليد كانها شنقولوا صامده ما تتحركش. نحاولوا في الاول، ومن بعد ان شاء الله نبداو نحركوا يدينا ونبداو نخرجوها ونبداو نخرجوهم شويه، حتى ان شاء الله كنوصلوا على نحصلوا على نتائج طيبه. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، شكرا على المشاهدة.